صباحك تفاؤل وروقان وضحكة جميلة من القلب واستمتاع وكل المشاعر الحلوة الجميلة اللي تلمس قلبك. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لان النهارده حلقة تنمية بشرية ما تتفوتش ابدا، هتخليك سعيد ومزقطط. ايوه انا شايفك ها. النهارده هتكلم عن انماط التفكير السعيدة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه زي ما بقولك كده صدقني. في عندنا نمطين للتفكير او طريقتين للتفكير، الناس دايما ما بتبعدش عنهم. اول فئة من الناس هي اللي بتفكر دايما بطريقة ايجابية، وفي فئة تانية دايما بتفكر من الناس بطريقة سلبية. ايجابية وسلبية لخبطتين، يعني مش فاهم حاجة. اقول لك بس روق كده واضحك، الحياة حلوة. بص يا صديقي، الناس دايما بتفكر بطريقتين. الطريقة الإيجابية يعني مثلا إيه؟ واحد مثلا يصحى من النوم الصبح رايح الشغل يقول إيه القرف ده؟ كل يوم شغل وناس خانقة والمدير بتاعي مطلع عيني، ده حاجة قرف. وحد تاني يصحى من النوم الصبح يقول الله، شكرا يا رب بجد على اليوم الجميل ده، شكرا بجد إن أنا عندي شغل جميل، أنا هروح هناك وهضحك وهتبسط وهستمتع وأحس بالجمال بشغلي. نمط التفكير الأولاني في السيكولوجي أو علم النفس اسمه نمط التفكير السلبي. في عندنا مثلث كده بيقولك إن التفكير السلبي بيجيب مشاعر سلبية يعني حزن، وبيجيب سلوك سلبي واكتئاب. وفي عندنا برضو في المثلث التاني اللي بيفكر تفكير إيجابي يعني تفكير سعيد، بيبقى مشاعره فيها إيجابية وسعادة، وبيبقى سلوكياته فيها إيجابية وسعادة واستمتاع وروقان. يا رايق أنت يا رايق، بالقاف مش بالألف ها. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، شجعني كده عشان اعمل لك فيديوهات تانية اكتر. اوعى انا شايفك. نكمل بقى يا صديقي. فالانسان كل ما هو بيفكر بطريقة ايجابية جميلة بيبقى هو سعيد ومستمتع ورايق. هضرب لك مثال كمان. ممكن واحد يكون عايش في قصر، عنده فلوس كتيرة جدا جدا جدا، بيزنس مان بقى ورجل اعمال وكده، بس تعيس. ليه؟ ممكن يكون بيفكر الشغل ده ضغطة، ده أنا كل يوم في قرف وكل يوم في مشاكل وكل يوم عندي تحديات، أنا مخنوق متضايق. شوف دي فكرة سلبية اهي، ممكن تغير كل حياته وتخليه تعيس، فيبقى قاعد تعيس مخنوق متضايق مش مستمتع، مود وحش. على العكس، ممكن واحد يكون عايش في مكان كده، في أوضة تحت سلم، بس بيصحى كده الصبح كده يحس بالجمال كده ويبقى مستمتع، يقول الله النهارده يوم جميل. مثلا يكون بيبيع حاجة، مثلا رايح يبيع مثلا حاجة مثلا، وليكن بيبيع بياع خضار، أي حاجة يعني حاجة بسيطة جدا، بس يقول أنا النهاردة هستمتع بشغلي، النهاردة هقابل الناس بابتسامة جميلة، أنا هحب الناس النهاردة، وإن أنا هعمل خير كتير النهاردة وهستمتع بشغلي. ويقعد كده يفتح بقى أغنية جميلة كده يسمعها ويحس بالجمال، هتلاقي مشاعره إيجابية وجميلة. إذا إذا نستخلص من كده إن سعادة الإنسان أو تعاسته بطريقة تفكيره. هضرب لك مثال تالت، عشان أنا قاصد أضرب أمثلة كتير عشان الفكرة تلزق في عقلك الباطن. أنا دلوقتي بخاطب عقلك الباطن ها. مثال تالت، واحد متجوز ومخلف، يقول ايه حاجة قرف، العيال بجد خانقة، عيال اليومين دول يعوذوا بالله، ده طول النهار قاعدين بيصوتوا وبينكدوا وبيعملوا. واحد تاني يكون متجوز ومخلف يقول الله شكرا يا رب ان انا متجوز، وان انا عندي زوجة جميلة، وان انا عندي اولاد هستمتع بتربيتهم واحبهم من قلبي. فتبقى الاولاني مشاعره فيها تعاسة وخنقة ويروح يشتكي مع مراته ومع عياله، والتاني هيبقى مشاعره فيها سعادة واستمتاع وروقان، ويبسط عياله ويبسط مراته. تمام. نجيب مثلا فكرة تانية، مثلا تعال نضرب فكرة تانية على السوشيال ميديا، مثلا على اليوتيوب. مثلا واحد مثلا وليكن بيعمل مثلا محتوى، عايز يعمل فيه مثلا حاجات إيجابية أو حاجة هادفة،
فبيعمل مثلًا المحتوى الهادف دوّة، بس مش بيلاقي تفاعل كتير من الناس، فيكتئب ويزعل يقول شوفوا يا جماعة الحاجات دي مش بتنفع، شوفوا الناس اللي عاملة محتويات تافهة بييجي لها لايكات قد إيه وشير قد إيه وكده، تمام؟ فاللي طريقة تفكيره كده هيبقى إيه، هيبقى طريقة تفكيره سلبية، هيبقى حزين وتعيس، وكل ما يشوف حد عنده لايكات أكتر منه لإنه علّق سعادته على اللايكات والتعليقات وكده، بس مش معنى كده إن أنت ما تعملّيش، اوعى. فما يلاقيش تعليقات أو لايكات يحزن ويبقى تعيس ومتضايق. حد تاني على السوشيال ميديا أو على الإنستجرام أو على أي حاجة من الحاجات دي، تمام، اليوتيوب، يقول أنا صحيح مش عندي مثلًا لايكات كتير وكده ومحتوايا هادف، لكن أنا بابقى مستمتع وسعيد لأن أنا باعمل حاجة بجد هتفيد الناس، حتى لو خلّيت حد يبقى حياته أجمل وبقى سعيد، يبقى دي أحسن من مليون محتوى هادف مش بيعمل حاجة في حياة الناس غير إن هُم بيأذيهم وبيسطّح تفكيرهم. فالتاني هيبقى مستمتع وتعيس، الأولاني هيبقى تعيس، التاني هيبقى مستمتع وسعيد. إذًا الأفكار ليها علاقة بمشاعرك. عايز أقول لك على حاجة مهمة جدًا، في حاجة اسمها العقل الباطن. العقل الباطن ده ربنا خلقه هو المسؤول عن مشاعرك، هو المسؤول عن مشاعر السعادة أو مشاعر التعاسة. عقلك الباطن ده، تمام، أنت بتبعت له أفكار. فعقلك الباطن ده دايمًا بيسمع كلامك، لو أنت قعدت تبعت أفكار إيجابية لعقلك الباطن هيخلّيك مستمتع أنت يا رايق أنت وتبقى مبسوط كده، وتبقى كده من أصحاب السعادة والروقان، اسم قناتي. طيب لو أنت بقى قعدت بقى تستخدم عقلك بقى تبعت لعقلك الباطن أفكار سلبية، الحياة هَم، الدنيا حَر، ما فيش مواصلات حزن، أي حاجة من الحاجات دي وتركّز عقلك عليها، فأنت بتركّز على السلبية، مشاعرك هيبقى فيها سلبية، وهيبقى عندك مشاعر خنقة وضيق وغضب ونوبات غضب وحاجات سيئة جدًا. ليه؟ لأن أنت في البداية مع تكرار الأفكار الإيجابية أنت بتعمل حاجة مهمة جدًا اسمها برمجة، أنت بتبرمج عقلك الباطن على السعادة، وفي المثال التاني أنت برمجت عقلك بالتفكير السلبي على التعاسة. الجميل بقى إن أنت عقلك ده عارف أنت البرنامج بتاع الSoftware بتاع الكمبيوتر هو عقلك زيه كده، أنت لمّا أنت تبرمجه على حاجة معينة هتلاقيه يجيب لك مشاعر السعادة بعد كده لوحده. فتبقى سعيد كده بدون حاجة، باشا، رايق. والتاني اللي هو حزين وزعلان هيلاقي نفسه بعد شوية برمج عقله الباطن على التعاسة حتى لو هو عايش فين، في أجمل مكان في الدنيا، هتلاقيه تعيس ومتألم ومخنوق ومتضايق. وده من جمال ربنا إنه خلّى سعادتك ملكك أنت من طريقة تفكيرك مش من العالم الخارجي، بدليل إن في ناس كتير معاها فلوس جدًا وتُعسى، وفي ناس معاها فلوس وسُعدا، وفي ناس معهاش فلوس وتُعسى، في ناس معهاش فلوس وسُعدا، في ناس متجوّزة وتعيسة، في ناس مش ناس متجوّزة وسعيدة، في ناس مش متجوّزة وسعيدة، في ناس مش متجوّزة وتعيسة وهكذا. إذًا أنت اللي بتحط اللون الجميل للحياة بتاعتك. فلوِّن دايمًا الحياة بلون السعادة، لون الاستمتاع، لون الروقان، لون المشاعر الجميلة، وده بييجي بجد لمّا أنت بتعرف نَفْسك وتحب نَفْسك بجد، وأنا إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم حلقة قوية عن حُب النَفْس، وإن في فرق ما بين حُب النَفْس والأنانية والغرور، ويعني إيه حُب النَفْس الصحي. لمّا أنت تعامل نَفْسك بطريقة لطيفة بجد وتحب نَفْسك، صدّقني هتحاول تسعدها، مش هتفكّر في حاجات تضايقك، مش هتدخل في علاقات سامة، مش هتقعد مع ناس سامين، فتبعد عن كل الحاجات دي. فعامل نَفْسك دايمًا بحُب واستمتع بحياتك، خلّي دايمًا أفكارك جميلة وإيجابية، وأهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وإلا سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة يا صديقي. بجد باتمنى لك من قلبي لو أنت جيت لحد هنا باشكرك، باتمنى لك من قلبي كل السعادة، كل الروقان،
كل الضحك الجميلة اللي من القلب، وإن أنت تحقق كل أحلامك. باحبكم أوي، 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 باتشكر للمتابعين بتوعي، وباتشكر للناس اللي بيعملوا لي لايك وبيدعموني عشان تشجعوني إن أنا أعمل لكم. كل ما تشجعوني أكتر كل ما أنزّل لكم فيديوهات أكتر، كل ما تتأخروا بقى شوية أروح جاي إيه، أنا متأخر في الفيديوهات، فشجعوني بقى يا جماعة. وباتمنى لكم من قلبي كل الحب، باحبكم جدًا وشكرًا ليكم، واستنوني في فيديوهات جاية قوية بإذن الله. لايك وسبسكرايب وشير، باحبكم جدًا، جدًا، جدًا. سلام.